يكون تشخيصه بواسطة طبيب النفسي، ويعني يكون التشخيص يسمونه clinical examination clinical observation. يعني شنو؟ يعني المقابلة السريرية ومقابلة مباشرة ويا المريض، من خلال المقاييس اللي يستخدمها الطبيب النفسي، ومن خلالها نكتشف الأعراض اللي ذكرناها سابقا. وبالإضافة إلى نقدر نستخدم مقاييس النفسية اللي من عندها مقياس بيكلي الاكتئاب، مقياس هاملتون، حتى نعرف شدة الاكتئاب بالنسبة للمريض، لأنه كل مريض يختلف عن الثاني. بالنسبة للاكتئاب درجات، نعم الاكتئاب درجات، اكو بي خفيف واكو متوسط واكو شديد. يعني انه يتراوح انه الخفيف والمتوسط هذا ما يعيق الحياة بشكل يعني مثل ما نقول قوي، بس هو همينه يحتاج مراجعة ويحتاج علاج. بالنسبة للشديد هذا لا، يحتاج علاجات ومساعدة فورية، يعني طلب يعني مراجعة المختص بشكل فوري، لأنه يعني التأخر بهذا الشيء راح يأثر على حياة الشخص، لأنه من ضمن الآثار المرض الاكتئاب هي الأفكار الانتحارية، وممكن نخسر الإنسان إذا تأخر بطلب العلاج. فمن أكثر ومن أخطر يعني نقول تأخر طلب المساعدة أنه ممكن نخسر هذا الشخص بسبب فكرة الانتحار، أو أنه ينتحر لا سامح الله.